اخواتي واحبائي جمهور التيكرز، اكمل الاعصر يحييكم وطالع معاكم النهارده بعد مباراتي الزمالك وبيراميدز والاهلي وفاركو. يعني احنا النهارده يمكن بنتكلم بنقول ان الاهلي يعني خارج الفورمه طبعا. لعبته قلنا في تعب وفي ارهاق وثلاث سنين مفيش راحه ومفيش اي اجازه للاعبين. اللعيبه شبعت، اللعيبه ارهقت، اللعيبه خلاص حصل لها اكتفاء ذاتي. في لعيبه خلاص فلوس كتير وما بيدوش. خلينا صراحه برضو واضحين. كابتن الخطيب جمله الاستثناءات اللي هتبقى موجوده هقولها لكم. لو في لعيبه هيخرجوا هتبقوا بره القايمه. الزمالك لعب مع بيراميدز، كسب بيراميدز 3-0 ولعب بالطريقه، ده مدرب عجوز فيريرا، الطريقه اللي تلائم وتناسب بيراميدز. اتحط بيراميدز في حجمه الطبيعي. صحيح في كوره بعد هدف الزمالك الاول في اول دقيقه من ضربه جزاء صحيحه، في كوره اتحطت في القائم من فخر الدين بن يوسف، وكوره ابراهيم عبد الله السعيد لعبها بالعرض برضه نفس الامر. فخر لكاي تقريبا حطها في ايد محمد عواد، مش كفاءه من محمد عواد، اتحطت في ايده. مش عايزين نضحك على بعض ونقول انه جول كيبر عالي، لا هو جول كيبر مش عالي. محمد الشناوي وابو جبل اعلى، واحمد الشناوي بتاع بيراميدز اعلى، كل دول اعلى من محمد عواد. خلينا صراحه، جسمه قليل، طوله مش كويس في الماتشات الافريقيه والدوليه، مش هينفعنا. نتكلم بصراحه ووضوح. الزمالك في فورمه هايله، لعبته عطشانه جعانه ماتشات وبطولات، ده طبيعي. ما شبعتش، ما هو الزمالك بطولاته رغم انه تيم كبير ونادي كبير بطولاته مش كتير على المستوى الكروي، مش زي الاهلي طبعا، وبالتالي لعبته جعانه بطولات، جعانه ماتشات، فوز ماتشات وبطولات. ان شاء الله ربنا يوفقهم وهيبقوا، واعتقد ان السنه دي الدوري تقريبا اتحسن. بس يا جماعه موضوع الحكام ماتش كان طبعا، لا الزمالك وبيراميدز خسر انتهى 3-0 لصالح الزمالك، والجنرال توفيق كان مع الزمالك. انا قلت الكوره بعد هدف الزمالك الاول في كورتين، كوره في القائم وكوره انفراد طبعا من فخر الدين بيوسف، وكوره هتصدها عواد بايلك. فيه التوفيق ممكن يكون مصاحب فرقه وعلى طول الخط، يعني مش على طول الخط، بس هما السنه دي الزمالك في فورمه هايل ويستحق بطوله الدوري والكاس اللي خده. احنا بنقول الاهلي يا حكام ملوش لازمه الزقه اللي بتزقها للزمالك. يعني الاهلي امبارح كان بيلعب مع فاركو، هدف بيرسيتاو اللي الغي يا محمود يا عاشور صحيح 100%. الخط بتاع الكمبيوتر محطوط غلط. المدافع بتاع فاركو كان دافع كتفه الشمال ناحيه جونه، وبيرسي تاو الخط اتحط على كتف المدافع الشمال وكتف بيرسي تاو اليمين الشمال، يعني كتف الشمال للمدافع وكتف الشمال لبيرسي تاو اللي هو وشه للمدافع بجنب. كان المفروض الخط يتحط كتف المدافع الشمال وكتف بيرسي تاو اليمين اللي ناحيه الجون، انما الخط محطوط غلط. يا محمود يا عاشور، يا محمود يا عاشور غلط. طيرت من الاهلي 3 نقط والاهلي كان يستحقهم. يا جماعه التحكيم السنه اللي فاتت لعب دوره مع ضياع نقاط من الاهلي، والتحكيم لعب دوره مع الزمالك السنه اللي فاتت. وعصام عبد الفتاح الزملكاوي قالها في اجتماعه مع لجنه الحكام، مع الحكام المصريين قبل بدايه الموسم، هذا الموسم قالها صريح العباره، واحد الحكامنا قالها، قفلوا الباب وقالها، قال ذهب الدوري
لمن لا يستحق بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة زي ما حصلت في 2015 قبل كده يا جماعة. 2015 كان عصام عبد الفتاح وأخطاء تحكيمية غير معقولة. يا جماعة يا جماعة لابد من إعادة النظر. رئيس لجنة الحكام كلاتنبرج اللي جه ده الإنجليزي، أنا الأهلي متمسك إنه لازم يكون موجود، وعصام عبد الفتاح ما يكونش موجود، والأهلي أعلن لأن عصام عبد الفتاح مش قادر على نفسه. عصام عبد الفتاح مش قادر على نفسه، وبالتالي رئيس لجنة الحكام اللي هو اللي جه ده بيقال إنه تعاقد مع اليونان، اتحاد الكرة اليوناني واتحاد الكرة المصري، معرفش هيجي ازاي. في كام لعيب، ده نقطة من أول السطر. الموضوع الثاني، في كام لعيب جايين من الأهلي هيمشوا من الأهلي. يعني بيرسي تاو هيمشي، ميكيسوني هيمشي، إنما مصمم على الاستمرار. ميكيسوني مصمم على الاستمرار، يعني معنى كده إيه؟ أكمل عقدي يا إما آخد شرط جزاء يا إما آخد عقدي كامل وأمشي. دخل في دور برضه زي جون اللي هو اللي مشي من الاهلي الافريقي، اللي مشي من الاهلي، اللاعب الافريقي، في لاعب افريقي مشي من الاهلي قال اخد عقدي بالكامل وادوا له فلوس نص العقد تقريبا ومشي. بيرسي تاو هيمشي، لويس ميكيسوني هيمشي، محمود متولي هيمشي، محمود وحيد هيمشي، اللعيب اعتقد ان رامي ربيعه هيمشي، علي لطفي هيمشي، حسام حسن في كلام انه مش هيستنى لانه ما اثبتش وجوده ولا يرتقي مستوى لاعب الاهلي. يعني انا شايف ان في لعيبه هتمشي، المفروض هتمشي من الاهلي لان خلاص سلمت نمرها وما عادش مستواها يرتقي لمستوى الاهلي. يعني خلاص ما ينفعش، لازم لعيبه جديده جايه. يعني احنا قلنا احمد رفعت في كلام قوي عليه، قلنا احمد عاطف بتاع فيوتشر، قلنا كريم ندفد بتاع فيوتشر خط الوسط عايزين ينهوا اعارته ويرجعوه. انما كهربا مرفوض من سواريش، لما شافوا في تركيا مرفوض من سواريش. اعتقد ان محمود مرعي في الصوره، انا بقول ان هو اقوى من مصطفى الزناري بس في الصوره محمود مرعي ومصطفى الزناري في الصوره. مصطفى الزناري بتاع طلائع الجيش، محمود مرعي سنتر هاف فيوتشر. يا جماعه ابراهيم عادل ما وقعش، انا قلت قبل كده ابراهيم عادل بتاع بيراميدز هيموت هيتجنن، عايز يروح الاهلي. بيراميدز مش موافق، طلبوا 2.5 مليون دولار ومعاه لعيب علي لطفي، وبعدين الاهلي قال لهم ما ينفعش، نزل 1.5، وبعدين معاه علي لطفي ولاعيبه اخرى، وبعدين وصل $1 مليون الاهلي ولطفي مش عارف ايه ولاعيبه تانيه، وقال الاهلي طب ما تاخدوا يومين 2 لعيبه او 3 من غير فلوس تندفع. ابراهيم عادل لم يوقع رسمي للاهلي، ابراهيم عادل عمل زي عقد وعد البيع، قال للاهلي من عينيا وهو فرحان وهيموت من الفرحه ان هو وعد في اتفاق كده، بيبقى اتفاق ودي، عقد اتفاق ودي بين اللعيب والنادي ان انا هلعب للنادي تحت امر النادي وبحب النادي الاهلي. ادي اللي حصل مع ابراهيم عادل. انما ابراهيم عادل هناك على السوشيال ميديا ما يدعي ان ابراهيم عادل مضى للاهلي. ابراهيم عادل لم يمضي للاهلي، لسه ما وقعش الاهلي لان بيراميدز بزرجن وعايزه يستنى مع الفريق. فانا بقول الكلام ده على اساس اللي بيضحك عليكم ويقول لك ابراهيم عادل وقع، ابراهيم عادل ما وقعش للاهلي لسه، وبيراميدز مزرجن والفلوس لسه ما اتفقوش عليها مع لعيبه اللي هتخرج من الاهلي هتروح لبيراميدز. فارجو ان انا اكون برضو وفقت في ان انا اوصل لكم المعلومات اللي انتوا عايزينها. الاهلي السنه دي اعتقد انه خلاص الخطيب اجتمع بمجلس الاداره ولابد من وقفه المره دي بقى، اياك تكون جد مع لجنه الحكام والتحكيم على اساس ان اللي بيحصل ده تهريج ومحمود عاشور بطل هذا التهريج اللي حصل امس ضد فاركو
والجون الملغي الذي ألغي وهو هدف صحيح. جهاد جريشة على هدف صحيح، أحمد الشناوي على هدف صحيح، ضيع بالأهلي نقطتين، وده كلام فارغ وما ينفعش. سبسكرايب، اشترك في القناة. أنا هفيدك وهجيب لك المعلومات الصح والقيمة. أرجو أن أنا ما كنتش ضيف تقيل عليكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.